غِبنا كتير بس اللي جاي تقيل. يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن دي تالت مرّة أصوّر الفيديو، يعني حرام والله، فقدّروا التعب بقى بلايك وسبسكرايب قبل ما نبدأ الفيديو كده، ويالّا نروح على القصة. كنت رايح الشغل زي كل يوم بس استغربت جدًا إن ما فيش ولا حد في المكان. صح، نسيت أعرّفك بنفسي. أنا إبراهيم، طالب في تالتة لغة عربية قسم آثار جامعة الأزهر. كنت عادي زي أي شاب بيشتغل ويجمّع قرشين عشان يتجوّز البت اللي بيحبها. حياتي كانت روتينية جدًا، من الجامعة للشغل للنوم، شيء روتيني جدًا، خصوصًا إن أنا ما كنتش اجتماعي وجَو بقى إن أنا أقعد مع أصحابي والجو ده ما كانش موجود بالنسبة لي، فحياتي كانت حرفيًا روتينية جدًا، جدًا. المهم كانت الساعة 03:00 رُحت أعمل السحور، سخّنت كام رغيف عيش وعملت طبق الفول وقعدنا نتسحّر، وبعد كده رُحت صلّيت الفجر عشان أعمل قدّام أمي إن أنا واد اتقي بقى وبتاع، ورُحت نمت. صحيت اليوم اللي بعده فضلت مفخّد لحد ما المغرب أذّن، قعدت آكل وبعد كده رُحت ألبس عشان أنزل الشغل. بالمناسبة أنا شغّال reception في عيادة. المهم النهارده في حاجة قالت لي كده: "الواد ما تروحش، حوّر عليهم وقُل لهم إن أنت تعبان." أي حاجة. قعدت أقلّبها في دماغي بس قُلت: "ياض أنت الدنيا معاك مكحرطة، سيبك من التفكير بتاعك ده وانزل الشغل." وبالفعل خدت بعضي ولبست ونزلت. وصلت العيادة وبُص لقيت اليافطة بتاعة العيادة مقفولة. استغربت جدًا، قُلت هاطلع أسألهم وأعمل لهم حركتين بقى وأقول لهم أنتم مش شايفين شغلكم وما فتحتوش العيادة ليه وما فتحتوش اليافطة ليه والجو ده. المهم طلعت أسأل زميلتي لقيتها أصلًا مش موجودة. بالِف في المكان كله لا لقيت دكاترة ولا لقيت عيانين ولا لقيت حد، حرفيًا المكان كله فاضي. لسه باكلم زميلتي باسألها لقيتها بتقول لي: "ما أنا قايله لك يا ابني إن أنا هامشي النهارده بدري والممرضة قاعدة قدامي." وقتها حرفيًا أنا اتصدمت. أنا ذاكرتي قوية جدًا، أنا متأكد إن هي ما قالتليش حاجة، وأصلًا لا في ممرضة ولا في حد، ما فيش أصلًا حد في المكان. بالمناسبة زميلتي اسمها شيماء، عندها 26 سنة، بيتها جنب العيادة ولسه ما لقيتش ابن الحلال. أما الممرضة اسمها سارة، عندها 23 سنة، هي غامضة شوية بس الصراحة باستلطفها وباحكي لها حاجات كتير جدًا في حياتي. المهم خلصت المكالمة مع شيماء وبابُص حواليّا لقيت الممرضة قاعدة مكاني عادي جدًا والعيانين مستنيين دورهم والدكاترة جوّه. الله! طب في إيه؟ كده في حوار. بس أنا بصراحة ما شغلتش بالي بالحوار، قُلت عادي يمكن تهيؤات، خصوصًا إن أنا عندي السُكّر، فالحوار كان متوقع يعني. ما شغلتش بالي واليوم عدّى، اليوم أصلًا كان مُمِل جدًا والحالات اللي كانت موجودة خلّصت دورها ومشيت بسرعة، لحد ما في وسط الملل ده جالنا حالة عايزة تاخد حقنة. قُلت لسارة روحي ادّيها لها. هي ما استنِّتش على طول، ما سألتوش حتى هو إيه اسم الحقنة ولا أي حاجة، قامت راحت وادّيتها له وقفّلنا ومشينا لإن ميعاد مروحنا كان جِه. بس لاحظت المرّة دي حاجة غريبة جدًا، سارة كان عليها سعادة غير طبيعية، كان في وشّها سعادة رهيبة، أنا عمري ما شُفتها قبل كده. روّحت وغيّرت هدومي وخدت shower وبافتح التليفون، بابُص على التليفون لقيت في message من سارة بتقول لي: "طمّني عليك، روّحت والّا لسه؟" وهنا كانت حاجة غريبة جدًا بالنسبة لي، لإن إحنا بقى لنا 6 شهور شغالين مع بعض، وعمرها ما قالت لي أصلًا كلمة زي دي، عمرها ما اتطمنت عليَّ، طب أنت كويس، طب أنت روّحت، حاجة غريبة جدًا. قُمت عادي رادد عليها وقُلت لها أنا تمام روّحت، وقُمت قافل التليفون ورُحت نمت. رُحت الشغل اليوم اللي بعده بابُص على العيادة لقيت اليافطة مقفولة، جيت طالع لقيت نفس السيناريو اللي حصل امبارح، ما فيش عيانين، ما فيش دكاترة، ما فيش سارة، ما فيش شيماء، ما فيش حد. استغربت جدًا، وقُلت المرّة دي أنا مش هارِن على شيماء، أنا هارِن على طول على دكتورة آلاء مديرة المكان، يمكن هي تفهّمني في حاجة، يمكن أنا اللي مجنون والّا حاجة. ولسه بارِن عليها يا دوب بس بيدّي جرس، لقيت كل حاجة طبيعية زي ما هي، لقيت سارة قاعدة مكانها والعيانين قاعدين مكانهم، ما استناش حتى لمّا دكتور آلاء ردِّت. فأنا استغربت جدًا، قُلت أسأل سارة بقى في إيه، لسه باسأل سارة قالت لي: "أنت مجنون يا ابني والّا إيه؟ ما فيش حاجة أصلًا غريبة، أنت تلاقيك بس يا مصلحة دماغك والّا حاجة." ولسه باقول لها على اللي أنا شُفته، لو عايز تعرف الحلقة الجاية، لا يا صاحبي باهزر معاك، المرة دي هاخدها على جزء واحد وهاضحي عشانكم. كمّل، كمّل، أنت ما صدقت والّا إيه؟ ولسه باقول لها على اللي شُفته في العيادة، لقيت الراجل اللي جه امبارح بياخد الحقنة جاي ومعاه نفس الحقنة وبرضه عايز ياخدها. أنا استغربت جدًا، أنا بصيت على الحقنة خدتها منه، بصيت عليها، الحقنة دي أنا من خبرتي في العيادة ومن قعدتي في العيادة عارف إن الحقنة دي ما ينفعش تتاخد أصلًا يومين ورا بعض. اللي هو في إيه؟ طب أنت إزاي جاي تاخدها يومين ورا بعض؟ ما فيش دكتور مجنون أصلًا هيكتب له عليها. لقيت سارة بتدخّله الأوضة وما نبهتوش حتى إن كده غلط، ما نبهتوش إن الحقنة دي ما ينفعش تتاخد يومين ورا بعض، وبتدخّله عادي جدًا ولسه هتدّيها له، قُمت أنا متدخّل وقُلت للراجل خلّي بالك الحقنة دي غلط، ولسه ما كمّلتش حتى كلامي لقيت الراجل عمّال يزعّق وعمل لنا مشكلة كبيرة جدًا في المكان. المهم سيطرنا على الأمور بالعافية والراجل خَد بعضه ومشي. بابُص لسارة لقيتها عمّالة تضحك،
قلت لها انت عبيطه ولا ايه؟ انت عماله تضحكي واحنا كنا لسه في مصيبه، وبعد كده الحقنه دي ما ينفعش اصلا تاخد اكتر من يوم ورا بعض. هو انت عشان 10 ولا 20 جنيه ولا حاجه تاذي بني ادم وتبيعي ضميرك؟ ده انت غريبه جدا. قالت لي فكك فكك منه، هتلاقيه راجل مجنون. ومن هنا حس الفضولي بدأ يشتغل ويزيد جدا جدا جدا. انا لازم اعرف ايه الحوار بقى. عدى يوم ورا التاني ورا التالت ونفس السيناريو كل يوم بيتكرر، لحد ما لاحظت في يوم ان والراجل بياخد الحقنه لقيت شيماء واقفه تحت شباك العياده وزعلانه جدا. لسه بنادي عليها واقول لها انت بتعملي ايه هنا، لقيتها خدت بعضها وجريت. وقتها حرفيا كنت هتجنن. ايه الحاجات الغريبه اللي عماله تحصل مع بعضها دي؟ ما هو مفيش حد راضي يفهمني ولا اي حاجه. هو انا اللي اتجننت ولا انتوا اللي فيكم مشكله ولا ايه؟ ومن هنا قررت اتدخل. استنيت اليوم يعدي بالعافيه لحد ما وقت الشغل جه، واستنيت اول ما الراجل اللي بيجي ياخد الحقنه كل يوم كالعاده جه، وقمت ساله هو انت يا حاج مريض بايه عشان تاخد الحقنه دي كل يوم كده؟ اصلا غلط عليك. قال لي شيء ما يخصكش. هنا اتعصبت، قلت له شيء ما يخصنيش ايه يا حاج، دي بيانات ولازم اخدها. واللي كان محيرني اكتر واكتر ان الراجل شكله راجل عاقل جدا وما يضحكش عليه. قمت واخد منه الحقنه وقعدت ادقق فيها اكتر واكتر، لقيت مطبوع عليها اسم العياده. الله، ازاي مطبوع عليها اسم العياده؟ المفروض ان هو بيجي ياخدها من هنا وبعد كده ياخدها، لكن هو بيجيبها معاه. ومن هنا ألف سؤال حرفيا بيدور في راسي، وبدون مقدمات قطعت تفكيري ورحت قفلت باب العياده على طول، وقلت لهم انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل هنا يا ساره. في اللحظه دي لقيت باب العياده بيرزع، ولسه هروح افتح لقيت الدكتوره الاء بتفتح الباب، واول ما شافت المنظر ده ما استنتنيش حتى اقول لها حاجه وقالت لي انت مرفوض. وقتها قمت واخد بعضي وماشي، بس انا في دماغي ان انا لازم اعرف كل اللي بيحصل. وفي وسط التفكير الزايد افتكرت ان انا كده كده انا وشيماء معانا على فلاشه نسخه من الداتا بتاعت العياده كلها. رحت فاتحها وقعدت اقلب لحد ما لقيت السي في بتاع ساره. ساره محمد وهدان، 45 سنه. لحظه، 45 سنه ازاي؟ البت في عز شبابها وعندها 23 سنه، 45 سنه ازاي؟ كملت تقليب والحوار بدأ يتعقد في دماغي أكتر وأكتر، لحد ما لقيت صورة الراجل إياه اللي بياخد الحقنة كل يوم. الراجل ده بيعمل إيه هنا؟ لسه بفتح لقيت إن اسمه سالم محمد عاطف، 66 سنة، طبيب سابق بمستشفى المصريين. الله، ازاي؟ معنى ان السي في بتاعه موجود جوه الداتا بتاعت العياده ان هو يا اما لسه دكتور شغال هنا، يا اما كان دكتور شغال هنا، يا اما كان موظف شغال هنا، بس مكتوب طبيب يبقى هو دكتور، وهو كده كده مش شغال عندنا، يبقى ده كان دكتور فات في العياده. طب هو ليه بيجي ياخد حقنه من عندنا؟ قمت مطلع تليفوني ورنن على شيماء، ومن غير ما استناها ترد ولا تتكلم حتى قلت لها انت لازم تفهميني اللي بيحصل في العياده حالا، وما تهربيش من السؤال، لازم تقولي لي كل حاجه حالا. انا عارف كل حاجه على فكره بس محتاجه اسمع منك. قالت لي طب اهدى اهدى هعرفك كل حاجه. دكتوره الاء جابت دكتور سالم من 3 سنين تقريبا يشتغل معانا في العياده. دكتور سالم كان معروف حرفيا في القاهره كلها، ونظرا لان عدد الحالات بتاعته كانت مهوله فبالتالي المرتب بتاعه كان ضخم جدا. بعد سنه من التعاون ما بين العيادات بتاعتنا ودكتور سالم، دكتور سالم راح قال لدكتور الاء انا من دلوقتي لمده سنه جايه كامله هاخد 10% من مرتبي بس، وزي ما تقولي هحوش 90% دول عندكم، لان كمان سنه هسافر بره مصر وهفتح عياده هناك، وهبقى محتاج راس المال الكبير ده عشان اعرف افتح العياده. وبالفعل الدكتوره وافقت، وفضلنا على كده 10 شهور، لحد ما في حاله من الحالات بتاعته عملت مشكله كبيره جدا في العياده، وسوقت سمعته في كل حته، وقعدت تنزل بوستات على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. وحرفيا من وقتها الدكتور بقى شغله قليل جدا، وبقت حالاته حرفيا تتعدى على الصوابع. وفضلنا على الحال النايم ده شهر، لحد ما اتفاجئت ان الدكتوره الاء مشيت الممرضه اللي فاتت وجابت ساره مكانها. واللي اكتشفته بعد كده ان دكتور الاء كانت بتجيب حقن كوكايين، وفهمت دكتور سالم ان دي حقن فيتامين سي العياده بتقدمها للدكاتره مجانا، وبالفعل كانت بتديهم له كل يوم. وكانت جايبه ساره عشان تديهم له عشان الدكتور ما تبقاش في الوش، وكانت بتديها مرتب ضخم جدا عشان تعمل المهمه دي. لكن ساره اصلا لا ممرضه ولا حاجه، ساره دي حافظه لها اسم دوايين مش اكتر. ويوم بيجر يوم لحد ما جه اليوم اللي دكتور الاء جابت العقود كلها وفسختها، ومضت دكتور سالم على فلوسه كلها اللي محوشها عندنا عشان تستحوذ على 90% من فلوسه بقيمه 420 الف جنيه. وطبعا كل ده عملته تحت تأثير المخدر. وبقى خلاص دكتور سالم بعد ما فسخ العقد معانا بيجي كل يوم عشان ياخد الحقنة، لأن مفعول الحقنة بيزول بعد 24 ساعة، فبيضطر يجي ياخدها تاني على أساس إن هي حقنة تقوية المناعة، لأنه بعد ال 24 ساعة بيحس إنه هزيل جدا.
وبس يا سيدي. سمعت القصة وانا حرفيا مصدوم، لان سارة دي انا كنت شايفها بني ادمة كويسة جدا، وكنت بثق فيها، وكنت بحكي لها تقريبا على تفاصيل حياتي كلها. وهنا قطع تفكيري سؤال، قلت لشيماء بقول لك ايه، هو ازاي سارة عندها 23 سنة ومكتوب في السي في ان هي عندها 45 سنة؟ وايه اللي كان بيحصل لك كل يوم في العيادة دي؟ قالت لي الصراحة دي انا معرفهاش. قمت قفلت معاها من غير ما استنى. وقتها انا كنت عايز اعرف ايه اللي بيحصل لي في العيادة. الشق الاول عرفته، الشق التاني بقى ايه اللي كان بيحصل لي، وده المهم بالنسبه لي. رحت العياده تاني يوم عشان اخد باقي حسابي. وقتها اتصدمت لان لقيت كل حاجه طبيعيه جدا. اللي كان بيحصل معايا ما بقاش يحصل، الدكاتره موجودين والعيانين موجودين وساره موجوده. وقتها قلت يبقى في حد مشخصنها معايا. قمت بدون مقدمات ماسك في ساره وقلت لها انت لازم تعرفيني ايه اللي انت كنت بتعمليه فيا حالا، او مين اللي بيعمل فيا كده. انا ما اعرفش انت ولا مين، بس انت لازم تحكي لي كل حاجه حالا. اول ما قلت كده لقيت ساره اتحولت ملامحها لسعاده مفرطه جدا، ولسه بعديها بثانيه على طول اتحولت بعديها على طول لغضب مفرط جدا. ما بقتش فاهم ايه اللي بيحصل. فجاه النور قطع، وضوء الشباك كان مبين لي تحرك ساره في كل حته بسرعه رهيبه جدا. انا كانت دماغي مشوشه ومش عارف ايه اللي بيحصل. فجاه لقيت نفسي بتزق جوه اوضه واتقفل عليا. وقتها النور رجع، لقيت نفسي متكتف ومش عارف اتحرك. وقتها لقيت حد بيفتح عليا الباب، ببص لقيت ست أربعينية داخلة عليا. قلت لها انت مين وعايزه مني ايه؟ قالت لي كنت عايز تعرف سني الحقيقي، كنت عايز تعرف ازاي مكتوب ان انا 45 سنه وانا 23 سنه، اديك شفتني على حقيقتي. قلت لها طب بصي يا ساره ايه دي وفهميني كل حاجه، وانا هديكي فلوس اكتر من اللي بتديها لك دكتور الاء، ولا كاني سمعت اي حاجه. هخرج ولا كاني سمعت حاجه، بس انا عايز افهم. اول ما سمعت سيره الكاشات عينيها لمعت وبدات تحكي. انا كان عندي كتاب من اقوى كتب السحر. الكتاب ده سرقته من جدي الله يرحمه. ولما قرأت الكتاب ولما بدأت أتواصل مع الجن وشفت هم قد إيه ممكن يعملوا لي اللي أنا محلمش بيه، استغليت الحوار وخليتهم يغيروا شكلي عشان أبقى جذابة قدام دكتور سالم، ويجي ياخد الحقنة من إيدي مخصوص وما ياخدهاش، لأن لو خدها هيعرف سري وهيعرف إحنا بنعمل فيه إيه وهيفضحنا في المنطقة كلها. هم اللي كانوا بيخلوك ما تشوفنيش، وهم اللي كانوا بيخلوك ما تشوفش الدكاترة، وهم اللي كانوا بيخلوك تشوف العيادة مطفية عشان ما تشكش فيا ابدا وتحس ان في مشكله في المكان او مشكله شخصيه معاك انت، والمشكله مش مننا احنا. سمعت الكلام من هنا وقمت سلمتها فلوسها وخلعت من هنا. استنيت بالظبط اسبوعين ورحت حكيت للشرطه كل حاجه، كل اللي انا شفته وكل اللي هم عملوه في دكتور سالم، وحرفيا كل حاجه، واثبت لهم بالدلائل كل كلمه من كلامي. وفعلا بعد اسبوع من التحريات لقيت العياده اتقفلت، ودكتور سالم دخل مصحه وفلوسه كلها رجعت له، وفلوسي اللي انا اديتها لساره وفلوسي اللي كانت في العياده رجعت لي. وساره والاء مصيرهم زي اي مصير كلب خاين في السجن. وبس كده يا صاحبي، لو عجبتك الحلقه اعمل شير ولايك وسبسكرايب، وهتلاقي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام تحت، خش فوت عليهم ورواني هناك. وبس كده، كان معكم تربو من قناه تربو، وسلام. انا اللي كان شاغلني واللي كان هاممني اديتهم كل حاجة وهم استغنوا عني، وهم استغنوا عني. عندي برد مبهدلني. يلا.